بلشت بالخبز من 2015 أول الأحداث، أول ما صارت الأزمة، صارت ظروف المعيشة صعبة. زوجي موظف حكومي ما يساعد، عندي طلاب، عندي كانت دورات علمي، دورات تاسع، كلها تتطلب مصروف، ما البيت كله هو على راتب الدولة. وبعدين شوي شوي طورنا الفكرة. صعوبات الوسائل، يعني لسه على الوسائل القديمة، يعني لا مثل ما تقولين البابور هذا اللي يشتغل على المازوت، خزان مازوت، مكان للعمل، يعني لسه عليه، ما بي سقفية، ما بي عاد شوادر، مثل ما تقولين وسائل قديمة، وسائل بدائية. تحضير الخبز بعد ما نجيب الطحين نعجنه ونريحه ونقطعه ونبلش عادين رق ولوفان وخبز. هو آخر مرحلة هي الصاج النار وتكييسه للجاهز للبيع. تعلمت أولي من أني صغيرة من القرية، كنا نخبز، وهنا لما تجوزت هنا وصارت الأحداث فادتني الشغلة لأنه لسه مطلوب، لسه العالم حافظة، يعني لسه تحب هالتراث، لسه تحب هالعادة، لسه تحب تاكل خبز صاج. يعني تعرفين إنه منطقة الجزيرة مشهورة بالمرقة والثرود، إنه هاي هي ما يصير بدون خبز صاج، يعني لسه عليها قائمة. أول شيء يكون التراث موجود، ويكون إنه باب مثل معيشة لعيلتي، وضمن شغلة أحب الخبز. هو نحن يعني البلد الأساسي هي راس العين، والانتماء لها وغصة بالقلب، بس نرجو الله إنه الله يفرجها وترجع الأهل وترجع اللمة، خاصة بعد ما مات الوالد و5 سنين لا شفناه، وما شفناه هو طيب، بس حصل زيارة قبره، زيارة والدتي تواسينها، صفت مرة وحيدة. نرجو الله إنه الله ييسرها وتنفك الأمور ويروح عنها الاحتلال. شوف المرأة العاملة مرأة منتجة، مرأة لها قيمة بالمجتمع، تبني بيتها وولادها، تساعد بناء المجتمع. هسه أنا لما داعد أشتغل داعد أربي ولادي في سبيل إنه يكملون علمهم. عندي بنت كبيرة حقوق، الثاني يدرس علمي، الثالث تاسع، في سبيل إنه مثل ما تقولين ننمي المجتمع وتكبر، هي لها أساس إنه بهالتنمية هذا ننمي علم. أهلي إنه شجعوني إنها فكرة كويسة، وإنه بالبيت، وإنه ضمن بيتي وولادي، يعني وما أقصر على بيتي وولادي، يعني بالعكس لقيت دعم وترحيب. وإنه فكرة إنه هنا إنه نحن بلد وبيه خبز صاج وعلى النار، مو على الحراقات وهذا، يعني إنه تحسين حالك كأنك قاعد تخبزين بالقرية، مو إنه على المازوت وعلى الشحوار هذا. لقيت الترحيب إنه مثل ما تقولين استرجعت لهم الماضي. إيه، حتى سويت مثل مبدأ القرية الوحل من 2019 قبل ضربة بساعتين أنا طلعت من بيت أهلي ولليوم. لا، لأني أنا حبيت، صار لي اليوم 10 سنين عمر معه وأحب الشغلة هاي. وهذا اللي سويته إنه قلت مبدأ إنه مشان لا نار لا شيء يظل، يعني ما أخبز ما تجيني لا حرارة ولا محافظ على بعيد الحرارة عني. أكيد حسيت إني مرة منتجة لي قيمة، يعني مساعد ببيتي، حسيت إني مثل ما تقول لي مكانة، يعني مرة أعطي ما أخذ. أول شيء الله يطول بعمرها ويجمعنا بيها، وهي لها الفضل إنه وصلت لها الفضل، هي علمتني. الأم كل شيء، يعني كل شيء بحياتك لما تكون بكل تفاصيل حياتك، حزنان فرحان موجوع، بكل شيء تحب أمك تكون معك. أكيد صار يذكرني بوالدتي، يعني أول ما هي اللي علمتني، هي اللي علمتني وأسستني لهالشغلة.